مساء الخير على احلى متابعين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ لو بتحبوا الاكل البيتي يبقى مكانكم معايا هنا. انا اسماء سليم، وهنا هتلاقوا وصفات سهله وسريعه وكمان اقتصاديه. قبل ما نبدا اي حاجه لازم نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وعلى صحبه اجمعين. النهارده هنعمل طريقه فراخ محشيه بطريقه سهله وبسيطه جدا، مش تاخد منك وقت خالص، تنفع في العزومات، تنفع في ايام العاديه، بتبقى جميله جدا جدا. اول حاجه هنجيب فرخه ومش تكون كبيرة، حوالي كيلو ونص. وبعد كده اول تقولوا له انا عايزاها حشو عشان لما يجي يذبحها ما يقطعش الجلد بتاع الرقبه، عشان احنا هنحشيها من بره ومن جوه كمان، نحشيها من تحت الجلد كمان. بس قبل ما تعملي لها اي حاجه تغسليها كويس بملح وملح وليمون وجنزبيل وتشطفيها كويس وتسيبيها تتصفى. بعد كده تعملي التتبيله الحلوه اللي قصادك ديت، بصلايه مبشوره، طماطمايه مبشوره، وملح وفلفل ورشه زعتر، وهتركنيها شويه. الرز بالخلطه هنيجي بقى نعمل مع بعض الرز بالخلطه. هنحط معلقه سمنه كبيره، وهنبشر بصلايه كبيره، ونسيب البصلايه تتحمر كويس قوي. هنكون محضرين التوابل بتاعتنا. انت هتغمقي معاكي البصل خالص، بس بتحاولي ما تخلوش يتحرق منك، تبقي موطيه النار وتسيبيه يتقلب كويس. هتحطي ملح وفلفل وقرفه وبهارات بس كده، وتفضلي تقلبي في البصل لما تلاقيه يغمق معاكي كده خالص زي ما انت شايفه كده اهو. بعد كده هتكوني غاسله الرز، طبعا الرز حسب احتياجك. انا هنا عامله كوبايتين رز، واروح ايه غسلاهم واروح نازله بيهم على البصل واقلبهم كويس قوي. وبعد كده هروح ضايفه الميه، وما تحاوليش تزودي الميه قوي عشان احنا عايزين نسوي الرز 3/4 سوا، مش سوا كامل. وبكده الرز معانا استوى وسيبناه كمان يبرد. وبعد كده هتروحي جايه، هتروحي حاشيه الفرخه من جوه، وزي ما انت شايفه كده من بره معاكي. بس ما تحاوليش تمليها من بره قوي عشان الجلد ما يتقطعش منك. وهتحشي كمان الرقبه، هتبقى طعمها تحفه جدا. الرز ده ما شاء الله اللهم بارك، بيبقى طعمه جميل جدا جدا في الفراخ. وطبعا ده ينفع نحشي كمان بيه حمام. بس كده هتحشيها كويس، وهتكوني محضره ميه. هتسخني ميه كويس قوي، وتكوني محضره لها طماطمايه تقطعيها مربعات، يعني تقطعيها 4 تربع، وبصلايه وجزر. ده اللي. وبعد كده هتروحي عامله ايه؟ هتروحي جايه حاطه ورق لورا وملح وفلفل. هنا طبعا انت هنا زي ما انت شايفه كده اهوت. انا ايه بعمل بحشيها زي ما بوريكي كل التكات عشان تبقي عارفه هي اتحشت معاكي. لازم ننضف مكاننا كويس قوي. طبعا لما جيت احشي الفراخ، طبعا بهدلت مني الرز، اتبهدل شويه على الرخام، بس ما فيش مشاكل، احنا ننضف حوالينا زي ما انتم شايفين كده اهوت. وبكده اهو الميه معايا بتغلي. هروح نازله بالورق اللورا والتوابل، ملح وفلفل وطماطمايه وبصلايه وجزرايه. كل دول هيدوا طعم حلو قوي للفراخ. بس كده اهوت. وبعد كده هروح سلقه الفراخ فيها، واسيبها لما تستوي خالص وتقلبيها ايه، بس ما تحاوليش تغطي الحله على الاخر. يعني ايه، تقلبيها شويه، كل مثلا كل ربع ساعه تقلبيها كده. اتسلقت معانا وسبتها تبرد. هحطها تحت الشوايه. هجيب ايه طماطمايه، هبشر بالطماطمايه ومعلقه زيت ومعلقه سمنه وملح وفلفل بس كده اهوت. وبعد كده هروح دهنه بيها الفرخه شويه، تاخد لون وهتطلع. ألف هنا تقطعيها. وهوريكي الصدر بيبقى مستوي، بيبقى دايب، بتبقى جميلة جدا. بس كده يا حبيبتي بألف هنا. ولو وصلتي معايا لآخر الفيديو ما تنسيش اللايك.